نصايح للتنشيف عشان توصل من كده لكده. اقسم لك بالله الفيديو ده مش هتطلع منه غير وانت مستفيد باذن الله. هقول لك ازاي تنشف من غير ما تحسب سعرات حراريه، عشان لو انت بتكسل ومش عايز حتى ان انت تشترك مع مدرب، انا هعلمك تعمل ايه. كمل معايا الفيديو للاخر، وكل اللي انا طالبه هتعمل ايه بقى يا بطل. بسم الله الرحمن الرحيم كده. هات ورقه وقلم وتعالى معايا. هتشرب 6 لتر ميه فما فوق. هتصحى تلعب فاستد كارديو على الريق لمده نص ساعه كل يوم. هتنضف أكلك من السكريات والدهون والزيوت ومشتقاتهم. مصادر البروتين بتاعتك يفضل إن هي تكون كلها حيواني. اللعبة بقى في الكارب اللي جاي ده. تعالى واسمع. هتمشي أسبوع على نورمال كارب. يعني ايه نورمال كارب؟ يعني هتحدد الكربوهيدرات بتاعك بناء على جسمك بقى. بص يا صاحبي، مع كامل الاحترام ليك، لكن شرب اكتر من 3 لتر ميه في اليوم والاشاعه الكبيره اللي هو اشرب ميه انت بتاخد كرياتين، اشرب ميه عشان تخس وتنزل الميه اللي موجوده في جسمك، واشرب اكتر من 6 لتر ميه في اليوم، ده ممكن يؤدي الى الوفاه. مش بأفور، ممكن يؤدي الى الوفاه. شرب اكتر من 3 لتر ميه في اليوم، ده غير الاكل والميه والحاجات اللي بتخش عن طريق الشاي او الخضار او القهوه، ده ممكن يعمل حاجه اسمها body electrolyte balance، بيعمل تعطل لتوازن الميه، ودوره بيقلل نسبه الصوديوم في الدم، وتقليل نسبه الصوديوم في الدم ممكن يعمل حاجه اسمها هايبوناتريميا. اعراضها بتكون القيء والغثيان والشعور بالتوعج في المعده، وممكن حالات تؤدي الى الوفاه. مصدر عندك في الكومنت عشان انا مش بجيب حاجه من عندي. الكليه بتاعتك بتفرز من 20 ل 28 لتر ميه في اليوم، لكن ما بتقدرش تعالج من 800 ل 1000 ملم من الميه في الساعه، وده اللي بيخلي فيه ضغط كبير جدا على الكليه بتاعتك، اللي بيؤدي الى التوعج وبيؤدي الى القيء والغثيان. دراسه سنه 2005 National Academy of Science and Medicine، النسبه الطبيعيه لشرب الميه بالنسبه للستات او البنات 2 لتر ميه و700، حوالي 11.5 كوبايه ميه. بالنسبه للرجاله حوالي 15.5 كوبايه ميه اللي هي 3,700. ولكن اكتر من كده ده ممكن يؤذي الكلى وممكن يؤذي جسمك انت شخصيا. نحط بقى في العموم بتاعنا ان في ميه بتخش من الاكل والخضار والفاكهه وكمان القهوه والشاي والمشروبات التانية، علشان كده اكتر من 3 لتر ميه في اليوم ده مش صحي، ممكن يأذي الجسم، وفي حالات كتيره جدا بيؤدي الى الوفاه. فخلي بالنا، ومش اي معلومه نطلع نقولها كده. تاني حاجة، الكارديو على معدة فاضية. اتكلمت في الموضوع ده مرة و20 و50 وهتكلم تاني. الكارديو على معدة فاضية مش بيحرق اكتر من الكارديو العادي. انا فيدنج كارديو وفاستد كارديو الاتنين شرحتهم قبل كده، واتكلمت عن الموضوع ده بالتفصيل في فيديو. الكارديو مش بيحرق دهون اكتر من الريزيستنت او تمارين المقاومة. انك تقدر تعمل تنشيف وتوصل لنشافة عضلية زي اللي قدامك في الصورة ديت من غير ما تعمل دقيقة كارديو، فقط بالكالوري ديفيسيت اللي هو عجز السعرات الحرارية وتمارين المقاومة مع تطور الاوزان بتاعتك. وهو الفاستد كارديو اللي خدناه من اجيال فاتت، وبنقول انك تلعب كارديو على معده فاضيه عشان تحرق اسرع. بيستندوا ان انت وانت صايم نسبه الانسولين بتكون منخفضه بنسبه 28%، الجلايكوجين في الجسم بيكون النسبه بتاعته 35%. جسمك بيبدا يعمل سويتش على مصدر الطاقه بتاعتك علشان يبدا يحرق من الدهون، لان هي دي المصدر الوحيد اللي موجود في جسمك دلوقتي. لكن بعد ما تخلص الفاستد كارديو وتروح تاخد شاور وتاكل، ايه اللي بيحصل؟ جسمك بيعمل سويتش على الكاربس اللي انت دخلتها في فتره الفطار، ويبدا يقلل معدل الحرق اللي انت حرقته من الفاستد كارديو على مدار اليوم، ودي بنسميها حاجه اسمها سويتش ميتابوليزم. علشان كده كمان جسمك بيبدا يقلل من الجهد الكبير اللي انت حطيته تحت بريشر عالي جدا وانت صايم، وبتعمل جهد وانت صايم ومفيش مصدر للطاقه، فبيبدا يقلل من الجهد بتاعك على مدار اليوم، وتخليك مثلا لو قدامك كوبايه ميه بعيده عنك مترين بتبقى مكسل تقوم تجيبها. ده معناه ان جسمك بيعمل سويتش اوف او بيقلل نسبه الطاقه والانرجي اللي بيحصل منك خلال فتره اليوم، لان انت اجهدته في بدايه اليوم. الكارديو بيضعف من انزيم اسمه mTOR، وده انزيم مهم جدا وحاسم للبناء العضلي، وبيزود معايا معدل ال AMPK، وده انزيم مهم جدا او حاسم للهدم العضلي. علشان كده الكارديو مش احسن حاجه لحرق الدهون، والفاستد كارديو مش اي لازمه وعباره عن اسطوره وخرافه توارثت عبر الاجيال. ان كميه كبيره من البروتين مهم جدا عشان تعمل حاجه اسمها boosting your metabolism، عشان تزود نسبه الحرق بتاعك وتزود الحرق بتاعك في خلال فتره التنشيف. ولكن كمان برضو بيديك احساس بالشبع، فالبروتين الحيواني مهم جدا في خلال فتره التنشيف، ولكن اكتر من اللازم او كميه كبيره فانت
فانت بتاذي الكلى بتاعتك وبتاذي جيبك كمان. مين قادر ان هو يجيب بروتين حيواني في كل الفترات دي كلها؟ فخلينا نتكلم في النسبه الطبيعيه والنسبه المهمه جدا عشان نتكلم بعلم وبدراسات موجوده، مش كل كميه كبيره جدا من البروتين وما تعقدش الناس في عيشتها. الناس مش لاقيه تاكل اصلا. دراسه اتعملت سنه 2021 في الكاتن فيز او شخص رياضي بيعمل مرحله تنشيف، هي 1.14 لكل وزن من الباوند بتاعه. يعني احسب الوزن بتاعك 80 كيلو وطلعهم بالباوند واضربهم في 1.14%، مش هتبقى محتاج كم كبير جدا من البروتين. نفس الدراسه تانية سنه 2021 بتقول ان الشخص العادي او الطبيعي اللي هو مش بيتمرن وعنده كثافه عضليه كبيره جدا يقدر يدخل 1 جرام لكل كيلو من الوزن الجسم بتاعه. بتضرب وزن الجسم بتاعك في 1 جرام يطلع لك النسبه الطبيعيه من البروتين بتاعك، فانت مش محتاج كل الكم ده من البروتين. فانت هتسالني دلوقتي وتقول لي طب انا اطلع احتياج جسمي من البروتين ان انا امشي ازاي؟ او اخر بحث واخر دراسه علميه بتقول ان انت تضرب وزن الجسم بتاعك في 1.3، ودي نسبه كافيه جدا من البروتين تقدر تخليك تحافظ على الكتله العضليه بتاعتك خلال فتره التنشيف. يمكن الحاجه الوحيده اللي انت قلتها صح هي موضوع الكارب سايكل وبحييك عليها، ولكن باقي الكلام غلط تماما وتعقيد في عيشه الناس. الناس اصلا مش لاقيه تاكل علشان تعمل كل اللي انت بتقوله ده، وفي ناس كتير مش فاضيه تعمل فاستد كارديو ومش فاضيه ان هي تعمل كل القصه دي، فهتقول لك فاكس يا عم وانا اعمل كل ده ليه؟ ان انت تقدر توصل لنشافه عضليه وتوصل للشكل ده بدون ما تعمل كارديو، بدون ما تعمل فاستد كارديو، بدون ما تزود نسبه احتياج جسمك من البروتين، بدون ما تدخل واي بروتين او كرياتين او بي سي دبل اي او اي نوع من انواع السبلمنتيشن. والله العظيم كل ده من غير السبلمنتيشن ومن غير اي حاجه تقدر توصل لده، عباره انك بتعمل كالوري ديفيسيت عجز سعرات حراريه ومقاومه او تمارين الجيم، وبتعمل بروجريسيف اوفرلود في تمرين الجيم بتاعك. ده الفكره كلها وهتكلم عنها في فيديو لوحده. حابب اتكلم عليها هي الكلمه الاولى في بدايه الفيديو، ان هو انت ما تعملش عجز سعرات حراريه. يعني اي بي سي تغذيه اعمل عجز سعرات حراريه؟ انت بتقول للناس ما تعملش عجز سعرات حراريه؟ ما احنا بندرس كل الكلام ده ليه يعني؟ ده يعني مش عارف اقول لك ايه. لو انت استفدت من الفيديو ده ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل سوبر سيت لايك في كومنت، مش خساره فيا.